ماما هو بابا مش بيقعد معايا خالص ليه؟ عنده شغل كتير يا حبيبي. يعني الشغل اهم مني؟ انا رايح الشغل. استنى يا بابا، ممكن ترجع بدري النهارده ونتفرج على الماتش مع بعض؟ ان شاء الله يا حبيبي. يلا يا بابا الماتش هيبتدي. الرمل ده كله يتشال النهارده. ليه كده يا بابا؟ هو انت ليه يا بابا ما بقتش تحبني؟ انت بتخرف يا ابني، انت اكتر واحد في الدنيا بحبه. طب انت بدي وقتك كله للشغل ومش بتديني وقت خالص. انا راجل البيت، انا لازم اشتغل عشان اعرف اكلك انت ومامتك. طب انا لو كلت اقل هتشتغل اقل وتقعد معايا اكتر؟ انت مش جاي عيد ميلاد ابنك؟ كان نفسي والله، بس عندي شغل كتير قوي النهارده. مش جاي صح؟ انا رايح الشغل. انا هتاخر في الشغل النهارده. اخبار مراتك وعيالك ايه يا عمر؟ الحمد لله يا بابا. ما تزعلش مني يا عمر ان انا كنت اب مشغول وما عنديش وقت ليك خالص. لو حضرتك فاكر ان ضريبه النجاح كانت كتيره، حضرتك مش متخيل فاتوره الندم بكام. كلت وشربت واتعلمت وبقيت بني ادم في المجتمع بسببك يا بابا، بسبب ان انت ضحيت بوقتك في بيتك عشان تاكل بيتك. شكرا يا بابا.